تعالوا النهارده بقى ما اقول لكم على طريقتي في الفته باللحمه بكل تفاصيلها، واللي هترجعكم لفتة زمان بتاعه امهاتنا وجداتنا. معايا كيلو ونص من اللحمه، واستخدموا اي قطعيه اللي موجوده عندكم. بقدح معلقه سمنه كده وبشوحهم فيها شويه، ورقتين لورا، 3 وحدات حبهان فلفل اسود، وحبيتين مستكه لو مش متوفره مفيش مشكله. تشويحه كده، وننزل ببصلايه متقطعه 4/4، ونديهم تشويحه كده مع بعض لحد لما البصل ياخد لون. بعد كده ننزل بالميه، نشيل الريم او زفاره اللي على الوش دي. طماطمايه بقطعها او بشقها كده وبعصرها وبحطها معاها، دي بتنزل كده طعم في الشوربه وتديها طعمه حلوه قوي. نغطيها بقى ونسيبها تستوي ونتابعها كل شويه على ما نجهز التسبيكه. 4 معالق كبيره من الزيت، معلقه كبيره من الثوم المفروم، اول ما الثوم يطلع ريحته نحط معلقه كبيره من الكزبره، معلقه متوسطه من السكر، وننزل عليهم ب4 معالق من الخل، نتشهم كده، عايزين نتشي الخل معاهم. حطيت عليهم 4 كوبايات من عصير الطماطم، وزودت ملح وفلفل اسود، وهسيبها تتسبك على نار هاديه. انا هستخدم عيش شامي عشان ما عنديش عيش بلدي، طبعا عارفه ان العيش البلدي احلى كتير. بقطعه كده بالسكينه او بالمقص، وبدخله الفرن على اعلى درجه حراره يتحمص كده. اللحمه استوت تمام، بصوا مستويه على الاخر كده. معانا الشوربه، نطلع اللحمه منها ونغطيها كده، معلقه سمنه كده ومعلقتين زيت، وننزل عليهم ب4 كوبايات من الرز المصري المغسول والمتصفي كويس جدا، ونقلب الرز كويس جدا مع السمنه لحد لما يتشمع كده. وبعد كده بقى بننزل عليه بالشوربه، بنزود الشوربه بالتدريج واحده واحده. طبعا الشوربه فيها عليها ملح، واهم حاجه ان الشوربه تبقى فوق مستوى الرز بقيمه نص عقله صباع. بغطيه واسيبه على نار عاليه. اول ما يتشرب الشوربه بديله تقليبه، وبعد كده بهدي النار خالص ونحط الشياطه تحت ونسيبه يستوي على البخار بتاعه. العيش اتحمص كده في الفرن تحميصه حلوه. اوريكم بقى التركايه بتاعه الفته بتاعتي. معلقتين زيت كده ومعلقه سمنه صغيره، ونحمصه مع الزيت. يعني هو اوريدي متحمص في الفرن، بنديله تحميصه ثانيه كده مع الزيت. حمص كده مع الزيت ويطلع ريحه حلوه كده. نعمل حفره في النص، نحط فيها معلقتين زيت، معلقه صغيره من الثوم المفروم، ونقلب الثوم كده هوت مع العيش. يا دوبك الثوم يطلع ريحته، ما ياخدش لون ولا العيش ياخد لون، يا دوبك يطلعوا ريحتهم كده مع بعض. واخر حاجه بنتشي عليهم معلقتين او 3 معالق من الخل، ودي خطوه مهمه جدا. الطشه بتاعت الخل على العيش والثوم دي هي اللي هتنقل الفته في حته تانية خالص. تقليبه كده، وبعد كده بقى بنزل عليهم بالصلصه او التسبيكه. بعد ما تتسبك بحط كبشتين 3 صغيرين كده، مش كبار قوي من الصلصه عشان العيش ما يبقاش لونه محمر. وبحط بقى كبشتين 3 كبار من الشوربه، وبقلب كده لحد لما يشرب السوائل. هو مش هيطرى، هيبقى زي ما انتم شايفين كده مظبوط على الاخر. ما تزودوش الشوربه قوي وتبشنوه، يعني على حسب العيش اللي هتحطوه. حطوا كده الشوربه واحده واحده عشان يطلع معاكم مظبوط. بحطه في صينيه وبسقيه برده بكبشه كده من الشوربه. الرز استوى ومفلفل على الاخر، بنحطه بقى فوق العيش كده، وكبشه شوربه كده برده فوق الرز. احط قطعه زبده ومعاها معلقه زيت، ومش بحمرها، مش بديها لون، يا دوبك تتشوح كده تاخد طعم الزبده. نرص بقى الطبق بتاعنا ونحط الصلصه. واخر تركايه، معلقتين كبار من الثوم بنحمرهم في معلقتين زيت كده لحد لما الثوم يبقى كريسبي ومقرمش ولونه ذهبي زي ما انتم شايفين كده. ده بيبقى طعمه يجنن وبينقل الفته في حته تانية خالص. لو ما بتحبوش ما تحطوش، ومش بيتعب القولون على فكره. مش عايزه اقول لكم بقى انا بعشق الفته دي ازاي. بعملها كل فتره كده، بس العيد طبعا واللمه ليها طعم تاني. بصوا بقى اللحمه مستويه زبده ازاي، مستويه على الاخر، والرز مفلفل. ولو جربتوها بالطريقه دي انا متاكده هتعتمدوها ومش هتغيروها ابدا.